السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة كده للكارع حلوة جدا. طبعا هوريكم الطريقة، وانتوا زي ما انتوا حابين، عايزين تسيبوه مسلوق في الشوربة زي ما هو، عايزين تعملوا زي ما انا هعمل كده. كانت حلوة جدا جدا وعجبت الزبونة ما شاء الله. ده كان معايا اوردر. وتعالوا بقى نقول لكم الوصفة النهاردة سهلة وبسيطة وحلوة جدا. اول حاجه جبت حل، طبعا الكارع معايا ده مغسول ومنقوع وزي الفل زي ما انتوا شفتوه كده. جبت حله على النار زي ما انتوا شايفين، حطيت فيها ميه، هديله بس غلوتين كده عشان يطلع اي ريم منه، ويبقى معايا الشوربه بتاعه الكارع زي ما هتشوفوها في اخر الفيديو. وحله تانية على النار شوحت فيها بصل، ورق لورا، وحبهان، وكمان لو عندك حته من القرفه، يعني حته صغيره كده من القرفه الخشب، وكمان طماطم. وشوحتهم كويس في الحله كده، وبعد كده ضفت عليهم ميه مغليه، وهنزل عليهم الكارع زي ما انتوا شايفين كده بعد ما شلته من الميه السخنه. اللي انا وريتها لكم دلوقتي تمام كده. انا بس مسرعه الفيديو شويه عشان ايه الفيديو ما يبقاش طويل عليكم ولا حاجه، ويبقى فيديو قصير كده وتستفادوا منه برضه. بس كده الكارع جالي معايا جلوتين كده، وبعد كده عملت وحطيت كمان جزر يا بنات، حطيت كمان جزرايه كده متقطعه. برضو بتدي نكهه حلوه كده للشوربه. هسيب بقى الكارع يغلي جلوتين، بعد كده هنهد عليه النار خالص، وهغطي عليه وهسيبه يستوي براحته خالص. تمام. شايفين شكل الشوربه عامل ازاي؟ شايفين؟ لا طلع بقى معايا ريم ولا في زفاره ولا اي حاجه خالص. جربوا الطريقه هتعجبكم جدا. وطبعا انتوا شايفين شكل الشوربه ولونها، مش قادره اقول لكم كانت حلوه ازاي ما شاء الله. الكارع عجب الزبونه جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم. بصوا انا خلاص هشيله كده من الشوربه علشان انا هخليه من العظم. تمام. طبعا كان استوى سوى مظبوط، سوى حلو جدا. فخلاص كده، فدلوقتي انا هخليه من العظم، وتعالوا بعد ما اخليه هنشوف هنعمل فيه ايه. بصوا معايا انا عملت صلصه، بس مش عارفه المقطع بتاعها ما جاش ليه. عملت بشرت بصلايه وشوحتها على النار، وكمان معلقه صغيره من الثوم، ونزلت عليهم بالطماطم المفرومه في الكبه، وجلتهم يعني ايه ما سبكتهمش قوي، يعني نص تسبيكه كده. وبعد كده حطيت عليهم التوابل، شويه من البهارات وشويه فلفل اسمر. وبس كده. خليت الكارع زي ما انتم شايفين، وحطيته في الصينيه اللي انا هخرج فيها كده الاوردر. وضفت فلفل اخضر، مش بحب اشوح الفلفل الاخضر مع البصل والثوم وكده، انا بحبه زي ما انتم شايفينه كده، بيدي ريحه وطعم حلو جدا للكارع. او بتعملي كرشه برضو اعمليها بنفس الطريقه، هتبقى تمام. بس كده، ودخلته الفرن على شبكه الفرن، يعني سبت حوالي نص ساعه كده، وبعد كده طلعته. وبقى بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دوت. حطيت بقى قرن الشتا، قطعته كده وحطيته كده على وش الصينيه. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين طالع لونه حلو جدا، وكمان الريحه بتاعته وطعمه بصراحه كان جميل جدا. فجربوا الطريقه بتاعتي ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله استنى رايكم في الكومنتات، وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وجربوا الوصفه ان شاء الله تعجبكم. وهتشوفوا كمان الشوربه دلوقتي بعد ما حطيتها كده في العلب، شكلها حلو جدا. ودي كانت الشوربة. شايفين ما شاء الله الشوربة لونها حلو جدا، وشايفين هي اصلا عاملة ازاي. فان شاء الله تعجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك للقناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي. ولو بتتابعيني من على صفحة الفيسبوك اعملي متابعة للقناة، واعملي لايك، واكتبي لي كومنت حلو منك. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.